إذا صليت الظهر أتحب أن أشكرك وأقول جزاك الله خير لأنك صليت الظهر؟ وش جزاك الله خير؟ ولا تصلي إن شئت. مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل قول الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا شيخ مشاري، هذه كلية لا يشذ عنها أحد. كل من عليها فان، هذا سور، هذا كل هذه سور أحاط بمن عليها. كل من عليها سيفنى، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، هو الذي يبقى، هو الحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. ولماذا يخبرنا ربنا بهذه القضية التي لم يكن الناس في حاجة إلى آية تنزل في القرآن ليعلموا أن كل من عليها فان؟ لو كانوا يعني لا يتصور أن يجهل هذا أحد. قد مات الآباء والأجداد وهم شهدوا ذلك فعرفوا أنهم ميتون. موارد كل واردها على الباب، حوض كل يرده هذا الموت. لكن ربنا سبحانه يذكر بها ليقبل الإنسان على تهيئة منزله الذي يصير إليه. يقال إن هارون الرشيد رحمة الله عليه دخل عليه ابن السماك الكوفي، هذا كان أحد علماء الحديث، له رواية قية في الحديث، وكان أحد الوعاظ والزهاد المعروفين بالكوفة. دخل على هارون الرشيد فقال له هارون رحمه الله: يا ابن السماك عظني. فقال له ابن السماك: كفى بالقرآن واعظا يا أمير المؤمنين. يقول ربنا سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ابن السماك: يا أمير المؤمنين، هذا وعيد الله لمن طفف في الكيل، فما ظنك بمن أخذه كله؟ فبكى هارون، يعني يقول له: انظر كيف أصنع لأنك ميت. هارون لما بنى الزهراء بنى قصرا عظيما جدا، فدخل عليه أبو العتاهية في جملة من دخل من وجوه الناس وجهاء الدولة ينظرون هذه التحفة العظيمة التي بناها هارون. فكل الناس يتكلم، الخطباء يلقون الخطب والشعراء يذكرون الأشعار، إلى أن جاء أبو العتاهية صامت ساكت. فقيل له: تكلم يا أبا العتاهية، قل أنت في جملة من يقول أدلي مع جملة المدلين. فقال لهارون: عش ما بدا لك راضيا في ظل شاهقة القصور. فقال هارون: نعم نعم نعم. فقال أبو العتاهية: يسعى لديك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. قال هارون: نعم نعم. فقال أبو العتاهية: فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. بكى هارون. تناول الناس أبا العتاهية وقالوا: دعاك أمير المؤمنين لتسره فغممته. فقال هارون: دعوه فإنه رآنا في غفلة، فأراد أن ينبهنا منها. هذه الآية: كل من عليها فان، مع الوعيد: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. هذه يا شيخ مشاري كأنها ليس في القرآن. حدثت أن واحد من هؤلاء الموثقين الذين يوثقون العقود وقد طلب منه تزوير عقد، فهو سأل ذاك الذي سيزور له، سأله مالا، استكثره هذا المزور له كثير وكذا. فكان يصنع شايا، هناك هذه البوتاغاز ما أدري كيف تسمونها، التي فيها نار صغيرة التي يجعل فوقها الإبريق لتطبخ الماء. فقال: أدخل أصبعك أنت في هذا المزور، يقول للمزور له: أدخل أصبعك، ضع يدك هناك في النار. قال: ما أستطيع. قال: أنا أريد أن أقتحم جهنم لأجلك وأنت تستكثر علي المال. هذا يظن أنه مبعوث ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ماذا يقول لربه حين يقف أمامه؟ هذه الجرأة العظيمة على انتهاك الحدود، اقتحام الفواحش، ركوب العظائم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شهادة الزور: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كل
تصوم أنت مع الصائمين وتشهد شهادة الزور وتقول الزور وتشهد الزور. كل ليس لله حاجة في أن تدع طعامك وشرابك. شهادة الزور، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال كذا وكذا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس فما زال يكررها، وشهادة الزور وشهادة الزور حتى قال ذلك الصحابي حتى قلت ليته سكت، يتمنى يود لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم حرصا عليه وشفقة عليه لما رأى من تأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا الذي يصنع هذا يظن أنه مبعوث ليوم عظيم. ذاك الذي أغدق ربه عليه النعم وجعله لا يحتاج أحدا، أغناه عن مسألة كل أحد، ويشح بأن يدفع صدقة ماله الواجبة التي ليست من باب الإحسان، لا، هذه من باب الواجب. كما إذا صليت الظهر تحب أن أشكرك أقول لك جزاك الله خير لأنك صليت الظهر، وش جزاك الله خير، ولا تصلي إن شئت، هذا حسابك عند ربك، هذه فرض أنت تريح نفسك فيه. كذلك الزكاة، لماذا تنتظر أن يقول لك هذا المسكين الذي تعطيه الزكاة جزاك الله خيرا؟ جزاك الله خيرا على إحسان تحسن إليه، أما هذا أحسن ربه إليه بأن جعله في مالك نصيبا، ومع ذلك أنت لا تعطي. أيظن هذا أنه مبعوث ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وذاك الذي ربه وسع عليه فيذهب ويشتري التذكرة ويقطع البحار ويسيح في أرض الناس لأجل زنية، لأجل فجور، لأجل فسق، حيث لا يطلع عليه أقربوه. طيب ونظر الله، ألا يظن أنه مبعوث ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وكذا 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 وكذا. هذه التي لا تحتجب وتخرج عارية الشعر، عارية الرأس، عارية الأطراف، أتظن أنها تبعث ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وهذا الذي لا يصلي وما عنده غرض، صلي أنت، هذا يظن أنه مبعوث ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هؤلاء يظنون أنهم من جملة الفانين. ربنا يقول كل من عليها فان. حين تفنى ماذا ستفعل؟ أنت لست مطالبا بأن تبرر لي أفعالك، لا تأبه بي ولا بغيري، لا تبرر لي أحد أفعالك. والله أنا لا أصلي لأن ولما أن، أنا تقول لي أنت حسابك ليس عندي، لكن أعد الجواب لمن يسألك واعلم أنك ستسأل. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. لا، وأنت من جملة من لن تزول قدمه، وأنا من جملة من لن تزول قدمه. فأعد للسؤال جوابا. هذا فلان وفلان وعلتان ما تجيب أحدا، لكن إن كنت تأمن جوابك، إن كنت تعلم أن جوابك حين يسألك باريك فتجيبه فيقبل منك الجواب، لا تأبى لأحد. لكن إن لم يكن لك جواب وكنت تعلم أنك من جملة من سيفنى وأنك من جملة من سيقوم لرب العالمين في ذلك اليوم الذي يقوم فيه الناس له، حينئذ ينبغي أن تعد لنفسك، ولا يضحك عليك الشيطان. لا، غدا إن شاء الله نتوب، بعد أتوب كذا. قد قص عليك ما قص ما ذكر ربنا في كتابه. وأنفقوا ذكره في جهة النفقة، ولكن هو صالح في كل شيء. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول يا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. الآن كن من الصالحين، الآن تصدق، الآن صلي، الآن توب، الآن وكن الآن من الصالحين. وهنا تأتي فضيلة الشيخ أهمية التذكير بالموت. يعني ماذا تقول فضيلة الشيخ لمن يكره ذكر الموت أو يخاف من الموت؟ يا شيخ مشاري، قضية الخوف من الموت هذا خوف طبيعي. نعم. من هذا يزعم أنه لا يخاف من الموت؟ الموت عقبة هذه طبعا. نعم. ولكن جيد أن تخاف فتعد. نعم. أما الخوف الفلسفي، لا والله لا تحدثني عن الموت، أنا أخاف يطير عني النوم. يطير عنك النوم هذه من ساعتك، قم فصل الليل. نعم. جيد أن يطير عنك النوم، قم الليل. يطير عنك النوم تبقى في الفراش، لا تنام ولا تصلي ولا تتوب ولا تقول. يعني البعض يحب أن يبقى في غفلة. ماذا تريدني أن أقول لك شيخ مشاري؟ هذا يحب أن تبقى في غفلة. ما مشكلة هذه؟ هي الغفلة. شوف، الغفلة سيكشف حجابها قطعا. لكن القضية في متى يكشف هذا حجاب الغفلة، يرفع هذا برقع الغفلة، سيرفع وقطعا سيرفع. فإما أن ترفعه أنت عن نفسك وتنظر الدنيا بعين الحقيقة، وإما أنها سترفعه عنك ملائكة الموت
وحينئذ يتجلى لك أنك ما كنت إلا في غرور. فانظر ماذا تصنع لنفسك. يعني البعض يعني يتكلم بطريقة أن الدنيا حلوة، لماذا تطرحون هذا الطرح؟ أي طرح؟ الدنيا حلوة خضرة. صحيح، الدنيا حلوة والآخرة أحلى منها. الله. فالدنيا التي تمنعني عن الآخرة يا شيخ مشاري، أنا قلت لك مرة وربما أيضا ملعونة. قلت لك مرة الذي بيننا وبين ربنا تجارة. طيب قال ربنا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الذي بيننا وبين ربنا تجارة. سل أي تاجر في الدنيا هل تقبل بصفقة ستربح فيها ربحا يعني 5% 10% وتعيش في بحبوحة ولكنك ستفقد ربح 95%، ربح أعظم وأطول مدة. في تاجر في الدنيا سيقول لك نعم أنا أقبل بهذه الصفقة التي ربحها قليل ووقتها قصير وأخسر الصفقة العظمى التي ما في هذا الذي يصنع. فأنت تقول ماذا تقول؟ الدنيا حلوة. طيب لا، هي حلوة وهي حلوة تشتد حلاوتها عندما تقطعها برضوان الله. عندما تمشي فيها بما يأذن لك الله. لا تحسب أنك عندما تعيش فيها بما يرضي ربك أنك تعيش في قيد وفي حبس ولا تسافر ولا تلعب ولا تضحك ولا في نكت ولا مزح لا، هذا توهم، هذا قمة الانشراح يا سيدي. لا كثر خير الله وطاب. لكن ماذا تفعل؟ الشيطان يزين ما ليس بزين ويقبح الزين ونحن لا نصدقه، وينبغي للناس أن تنأى بأنفسها عنه. كيف يزين الشيطان؟ يزين ما قبحه ربك. يزين في نفس المتزوج هذه الزانية. ويقبح زوجته له ويزين له هذه الزكاة القليلة ويقلل له هذا المال العظيم. يا شيخ مشاري، هل تعلم أن ربنا سبحانه في زكاة المال أوجب ربع العشر، يعني أوجب 2.5%. هذا الذي أخذه منك يعني كم أبقى لك؟ 97.5%. تخيل أنت الآن عندما يستكثر الإنسان 2.5 ويستقل 97.5. طيب عنده إبل، عنده مثلا 50 رأسا من الإبل، أوجب الله عليه جذعة. في 50 رأسا من الإبل أوجب الله عليه جذعة. طيب الوحدة هذه يأخذ منك جذعة ويترك لك 49 رأسا. تستكثر أنت هذيك الوحدة، وحدة كثيرة، وترك لك 49. هذا الذي أقولك يزين الشيطان. في الحقيقة أنه بخل على نفسه، هذا هو أعظم الخاسرين. ربنا سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ربنا غني عنك عن زكاتك، أنت بعد ذلك ستندم. لكن هيهات، لا ينبغي أن يضحك الشيطان. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة.